نشوف النعج السوري ده بيقول ايه. اطمنوا على مصر كويس، محدش بفضل الله يقدر يقرب للبلد دي. لا انت مين معبرك؟ انت مين شايفك؟ قوى العالم كلها شايفاه، واولهم ترامب اللي دعا 7 مرات للبيت الابيض علشان يدخل من الباب الكبير وهو رفض. رفض. انت اصلا مطيع لكل العالم. هو يطاع وليس مطيع. انت فاكر هو اللي ساب حته الارض من بلده برشه برفان، ولا هو اللي وافق ان الدبابات بتاعه الكيان تبقى ماشيه في شوارع بلده وبقى امر واقع عنده؟ انت حتى تصريح ما عندك. مصر بتشتغل على طول، ما بتطلعش تصاريح. دين هنطلع تصاريح ليه ولمين؟ بلدنا سالمه غانمه امنه، اللهم لك الحمد. مين راح يقرب عليك؟ لا يجرؤ احد انه يقرب عليه، لانه عنده جيش موالي للوطن، عنده شعب واقف في ظهره، ما عندوش مشاكل طائفيه، ما عندوش دول اجنبيه، ما عندوش ميليشيات من كل حجب وصوب، راجل قوي. انت ليش تحشت حواليك؟ الرئيس المصري طالع يطمن الشعب المصري بحجم قوتهم والامن والامان والاستقرار اللي في بلدهم، وان مفيش حد يقدر يقرب من بلدهم. انت ايه اللي تعبك؟ انا نسيت ان عندك جفاف في الموضوع ده، ربنا يتولاك. ما حدا حاسس فيك اصلا. استقرار، اللهم لك الحمد. مش زي ناس تانية بندعي لهم كل صلاه ان ربنا يهون عليهم عيشتهم ويوفقهم ويوحد صفوفهم. وليش مرعوب؟ انا ما عم بفهم. لا ما جايين حولك ولا صوبك ولا شايفينك. يا عم تنيل، مرعوب ايه؟ ده عنده شعب لو سقف بس يهز الكوكب. انت بتهزر. وبعدين مرعوبين من مين؟ روح سد الثغرات اللي عندك، جاتك وكسه وجسمك. كل هالقوة العالمية لك ما شايفينك. لا يا جماعه استنوا، انت يا ابني تقصد الرئيس المصري، تقصد مصر ولا تقصد حد تاني؟ لا راجع نفسك، يا اما تكشف نظر، لانك تقريبا تقصد حد تاني. انت موضوعك بينتهي برفع التليفون. لا حول الله. لا انا كده بصمت بالعشر انه يقصد حد تاني. معلش يا ابني، ربنا يهون عليك ويرجع لك بصيرتك يا رب. امن وسلامه المواطن الاسرائيلي جنبا الى جنب مع امن وسلامه. انت مطيع. ده خطابه جنبا الى جنب مع المواطن الفلسطيني. القضيه اللي في حد عندكم كده كان جاي عشان يحرر القدس ويحرر الاقصى ويحرر الليله، والحمد لله ان هي جت على قد كده. انت اللي مطيع لانك قبلت بالامر الواقع. دحرج. يا جماعه اتمنى منكم الدعاء لسوريا ولبنان والعراق ولكل الدول العربيه بالثبات والتوفيق والنصر، وان ربنا يحفظهم ويحميهم يا رب.